في عام 1762 ظهر أول أعلام دولة الكويت، وكان يعرف بالعلم السليمي، وهو علم أحمر مضاف إليه بالقرب من السارية شريط أبيض مسنن يشبه علم البحرين الحالي، وتم إقراره في حكم الشيخ صباح بن جابر حتى عام 1871. ورغم أن الكويت لم تكن منضوية تحت حكم الدولة العثمانية، إلا أنه تم إقناع الشيخ عبد الله الثاني بن صباح بضرورة رفع راية دولة الخلافة العثمانية لحماية سفنه المبحرة إلى الموانئ العثمانية. لذا في مايو من عام 1871 قررت الكويت رفع علم الدولة العثمانية. وبعد معركة الصريف في 17 من مارس من عام 1901 بين قوات مبارك الصباح وقوات عبد العزيز المتعب، حاول الشيخ مبارك الصباح أن يجعل للكويت علما خاصا، إلا أن بريطانيا اعترضت على الخطوة التي رأتها استقلالا مبكرا، واقترحت عليه أن يرفع علم الإمبراطورية، إلا أنه رفض. في عام 1903 ومع زيارة نائب ملك بريطانيا في الهند اللورد كريزون للكويت، رفع الشيخ مبارك علما أحمر اللون كتبت عليه عبارة توكلنا على الله. وفي يوليو من عام 1905 اقترح المعتمد البريطاني على الكويت أن تغير علمها، وقد رحب الشيخ مبارك بهذه الفكرة، ولكنه اشترط عدم التخلي عن العلم العثماني والاحتفاظ بالهلال والنجمة وإضافة كلمة كويت إلى العلم الجديد. استمر العلم الكويتي ذو السمة العثمانية يرفرف في سماء الكويت حتى 14 من ديسمبر من عام 1914، حينما استبدل بعلم جديد أزيلت منه النجمة والهلال مع الإبقاء على كلمة الكويت. ما لبث العلم أن تطور، كتب عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله بخط الرقعة، واسم الكويت بخط النسخ. وفي 7 من سبتمبر من عام 1961 تم إقرار قانون جديد يقنن العلم الكويتي بشكله الحالي، وصمم العلم الحالي على شكل مستطيل أفقي، بحيث يكون طوله يساوي ضعفي عرضه، وهو مقسم إلى 3 أقسام أفقية متساوية، أعلاها الأخضر فالأبيض فالأحمر، ويحتوي على شبه منحرف أسود قاعدته الكبرى جهة السارية ومساوية لعرض العلم، والقاعدة الصغرى مساوية لعرض اللون الأبيض، وارتفاعه يساوي ربع طول العلم. والألوان ال4 التي يتكون منها العلم قد استوحيت من بيت للشاعر العربي صفي الدين الحلي يفتخر فيها بقومه، حيث يرمز اللون الأخضر للأرض، والأبيض إلى منجزات البلاد، والأحمر إلى سفك دماء الأعداء، أما الأسود فهو سواد ساحات المعارك. وفي فبراير من عام 1978 بدأ استخدام النشيد الوطني الذي وضع كلماته الشاعر أحمد العدواني ولحنه الموسيقار إبراهيم الصولة. في 2 من أغسطس من عام 1990 غزت القوات العراقية دولة الكويت، وتمت إزالة العلم الكويتي، وأعلن الرئيس العراقي صدام حسين آنذاك الكويت المحافظة 19 للعراق. وبعد تحرير الكويت من الغزو العراقي عام 1991 رفع العلم الكويتي مجددا ليرفرف من جديد. لون وقطعة قماش وهواء يمرر حكاية ترفرف في سماء وطن، حكايته هي حكاية علم.